السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل بقى فيديو رقم 3 وهو ازاي ابدا بقى احرك العربية الاوتوماتيك من مكانها. اول حاجة انا بركب العربية طبعا وبظبط الكرسي عليا انا او على طولي انا، بمعنى مثلا ان انا هنا وانا قاعد طايل البدلات، فانا بصوا يا دوب طايلها بالعافية، فدي كده قاعدة مش مريحة خالص بالنسبة لي. فببدا ان انا اظبط الكرسي عن طريق الحديدة دي وبقربه مثلا شوية. بالنسبة لي كده بص انا رجلي ما بقتش مفرودة قوي، فانا كده قاعد مرتاح في العربيه. طيب لما اجي امسك الدركسيون بتاع العربيه، انا كده ماسكه كويس وماسكه مرتاح، لان بص ايديا عامله ازاي، مش اللي هو يا دوب طايله بالعافيه. فانا كده بالنسبه لي الكرسي بقى كويس جدا. خلاص انا ظبطت الكرسي بتاعي، ابدا ان انا امسك الدركسيون. دايما لما باجي امسك الدركسيون بحط ايديا هنا وايديا الثانيه قصادها بالشكل ده كده، يعني بنعتبرها اكنها ساعه مثلا، وبنقول ان مثلا دي الساعه 2 وال10 هنا. فانا ايديا كده مظبوطه كده بالظبط على الدركسيون، مش هخلي اي ايد من ايديا تقفل على الدركسيون او تمسكه بتنشنه. انا ماسكه بالراحه خالص وصوابعي كلها بره الدركسيون عشان اقدر الفه يمين كتير وشمال كتير براحتي خالص، مش متنشن فيه وماسكه كده اكني ماسك حرامي، لا انا ماسكه بالراحه خالص. ظبطت الكرسي عليا وماسك الدركسيون كويس، يبقى انا كده جاهز ان انا اشغل العربيه وابدا اشغل العربيه. ازاي؟ اول حاجه ان انا بمسك المفتاح وببدا احطه في الطبله بتاعه العربيه. عشان المفتاح يشغل العربيه فبيحتاج ان هو يتلف 3 مرات. اول مره دي كده بنقول ان هي بتفك اللوك بتاع الدركسيون، تاني مره دي كده تفتح لي الكونتاكت والكهرباء بتاعت العربيه، وتالت مره اللي مسؤوله عن تشغيل العربيه. وهنا في حاجه مهمه جدا لازم تبقوا فاهمينها، وهي ان العربيات الاوتوماتيك مش بتشتغل غير على حاجه بتوقفها. اللي بيوقفها زي ما كنا اتكلمنا عليه وهو الان او بي. يعني مثلا العربيه هنا لو عديه وانا جيت اشغلها بالمفتاح، الاقي العربيه مش بتشتغل، اكن ما فيهاش كهرباء خالص واكن فيها مشكله او فيها عطل. فعشان كده لازم عشان اشغل العربيه ان العربيه تكون على الان، او في عربيات كمان ما بتشتغلش غير وهي على البي. طيب انا حطيت العربيه على البي سنه صغيره بالمفتاح، بلاقي ان العربيه اشتغلت معايا. خلاص العربيه اشتغلت اهيت وزي الفل. عايز بقى ابدا اعمل الحاجات العمليه اللي فعلا تحرك العربيه وتمشيها معايا، وهي ان اول حاجه عندنا هبدا ادوس على الفرامل. دوست على الفرامل تمام، هنزل الهاند بريك. نزلت الهاند بريك، هبدا اجيب العصايه هنا على حاجه بتمشي العربيه. اللي بيمشي العربيه لقدام وكنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات وقلنا ان الدي هو اللي بيمشيها لقدام. فبمجرد ما بجيب العصايه هنا على الدي، ابدا كمان البس الحزام بتاعي وببدا ان انا اسيب رجلي من على الفرامل. بلاقي ان العربيه بدات تتحرك عندي، بس العربيه زي ما انتم شايفين كده هتفضل ماشيه بس بسرعه بطيئه. طيب انا بقى هنا لو عايز ازود سرعه العربيه شويه، فابدا احط رجلي على البنزين وبدوس بنزين. فزي ما احنا شايفين كده سرعه العربيه بدات تزيد شويه. طول ما انا مش دايس بنزين فانا رجلي ساندة على الفرامل. عايز اوقف العربيه فببدا اتك فرامل كتير شويه لغايه ما العربيه تقف معايا. وقفت، ابدا هنا احطها على الان واشد الهاند بريك، وبعد كده ممكن احطها على البي واوقف العربيه. ويبقى كده احنا عرفنا ازاي ممكن امشي العربيه وازاي اوقفها من غير ما اعمل مشكله خالص. تابعوا معايا الفيديو اللي جاي عشان هنبدا نعمل حاجات اكتر احترافيه، فانتوا برضو مستواكم هيبدا يزيد واحده واحده. كل مره هنزود حاجات اكتر واكتر بحيث ان مستوانا يزيد مع بعض اكتر واكتر وما يبقاش عندنا مشكله في اي حاجه خالص.